السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين أحبابي؟ كنتمنى كل واحد كيسمعني يكون بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير تتمة ديال موضوع ديال العلاقات، لأنني كنظن بأنه أكتر حاجة كتمثل لينا مشكل كبير في حياتنا، واللي هي الحلقة اللي كتربط بزاف ديال الحوايج في حياتنا. وبغيت نبدا التجربة ديالتي أنا شخصيا مع هذا الموضوع. كنت كنعيش حياتي وبحالي بحال بزاف ديال الناس ما عارفاش، ما واعياش، ما فايقاش. كنظن راسي مظلومة، كنشوف الناس كيجرحوني بظروف قاسية، وما كنتش فاهمة أنني أنا اللي كنت كنظلم براسي بلا ما نحس. دخلت لطريق الوعي بسبب تجربة قوية، تجربة قلبت لي حياتي. كنت كنبكي بزاف، كنت حيرة وكنقول علاش أنا، وكان قلبي مقلوب، وكان صوت داخلي كيردد غير حاجة وحدة: دعاء سيدنا يونس ملي كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت كنقوله ولكن ما كنتش فاهمة علاش بالضبط، وكان صوت داخلي كيسولني: علاش كتقولي هاد الدعاء؟ واش انتي فعلا مظلومة؟ واش انتي فعلا في المحنة؟ وبقيت كنقلب وكنبكي حتى جا نهار وفهمت انني انا اللي هجرتني، انا اللي كنت كنخون روحي، انا اللي سديت قلبي وهجرت القرآن. ما كنتش كنقراه غير في رمضان، وباقي العام كنعيش بلا روح، وكانت الغفلة عايشة فيا، وكنت كندير راسي متزنة وأنا بعيدة على الأصل، على ربي وعلى نوري. وتما بدات كتجيني رسائل تقول لي: راه الناس اللي دارين بيك ماشي سبب معاناتك، الناس مرايا كيوريوك راسك. بغيت نزيد مازال نقول لكم واحد الحاجة أخرى. سبحان الله العظيم، من رحمة الله بينا عطانا هذاك الألم، حيت بلا بيه ما تقدرش تفيق أبدا. وحتى هاد الكلمات اللي كنقول ما غيدخلوش الا القلوب مستعده واجده باش تواجه الواقع ديالها وتغيره. وسبحان الله دخلني لتجربه قاسيه مع ناس قساة القلوب باش ننتبه للألم اللي عندي لداخل، وانا ما كنتش قادره نشوفه وسط الغفله، وسط زخم الحياه من هادي لهادي. وكأن الألم كيشدك بزز منك وكياخدك من داك الزحام وكيقول لك: صافي، جا الوقت باش تنتبه ليا. وعطا الله باش من صورة كيجي، وعنده صور كثيرة باش كيجي هاد الألم. مهم نكمل لكم، ولكن هاد الحقيقة ديال أن الناس دارين بيا ماشي سبب معاناتي، الناس هو مرايا كيوريوني راسي، هاد الحقيقة ما كتدخلش من العقل، كتدخل من القلب، كتدخل بالتجربة، بالإحساس، بكلمات كتجي في الموعد، بحلم، بلقطة، بشي لحظة فيها الصمت أعمق من الضجيج. ولي اليوم فهمت أن كل واحد كيدوز في حياتي راه مرآة، يقدر يوجعني، يقدر يقلقني، يقدر يخليني نحس بالحقرة، ولكن فاش نكون صادقة مع راسي ونواجه الحقيقة بلا زواق كنكتشف أن المشكل ما كانش فيه، كان فيا. وهاد اللحظة هي لحظة الشفاء، اللحظة اللي كنكتشف وكنخرج هذاك الألم من الظلام إلى النور. فاش فهمت بكيت، وما بكيتش على الناس،
بكيت على راسي، على الجهل اللي كنت فيه، على الظلم اللي ظلمت فيه روحي وانا كنقول راه غير الناس ظالميني. بكيت على لحظات كنت كنعيشها بحال الدمية، والله ما كانش غافل، كان كيشوف وكان كيربيني بحب. وحتى انا كنغلط، حتى انا كنغفى. كان هو اللي صاحي وكيعتني بيا، ودابا في كل علاقة كيجيني حد يحرك شي حاجة في داخلي. كنرجع نسول راسي شنو بغات المراية توريني اليوم؟ فين كاين الوسخ؟ فين باقي الخوف؟ فين باقي الغيرة، الغضب، الإهمال؟ فين مازال خاصني نحب راسي كتر؟ وكنقول لأي حد كيسمعني، انت خويا وانت يا اختي، ماشي الناس خاصنا نبدلو، خاصنا نبدلو النظرة لراسنا، نرجعو لذاتنا ونواجهو بلا خوف، بلا مكياج داخلي. راه بيتك محتاج تنظيف، وهادو غير رسل جاو يعاونوك تشوف الغبرة فين كاينة. ما غتبدل حياتك حتى تقول راسك انا مستعد، مستعدة نشوف الحقيقة بلا زواق. والصراحة مع النفس هي اول مفتاح. وانا دابا ماشي كنلوم، انا كنشوف، كنواجه، كنحضن، كنحيد الوسخ من بيتي الداخلي، وبديت نحس بالراحة، بالسكينة، بالحضور. وكنقولها من قلبي لأي واحد تايه كيبكي حاير، راك ماشي بوحدك. كاينين ناس دازو من أزمات ووقفوا على رجليهم، وما خلاهم واقفين على رجليهم غير حاجة وحدة: النية الصادقة والإرادة والصراحة مع النفس. وعمر الله ما خذل شي حد. إلا بغيتي تبدا، غير شعل الضوء وشوف بيتك، واعترف بالفوضى، وبدا نقي، ومن ثم كل شيء كيبان بنور الحقيقي. وإياك تنسى، إياك ثم إياك تنسى هاد السر. إلا جيتي في شي لحظة من اللحظات وقلتي من قلبك صافي بغيت نتبدل، قرار لا رجعة فيه، راه ربي كيعطيك الشرف العظيم أنك تبدأ، وكيولي كيسيرك برحمة ما عندها حدود. كيبدا يفتح لك الأبواب وحدة ورا وحدة، باش تعرف وتفهم وتتزكى وتتطهر وترجع لحقيقتك. وكتدخل في حسن الله، وما كيبدا ما كيبقاش ما كيبقى كيدور بك حتى شي عدو، لا عدو، لا خطر، لا حاجة تخلعك، حتى شي حاجة. حتى الدفاع عن النفس ما كيبقاش ضروري، كل شي كيمشي على قد نيتك، وخصوصا إلا تقتي فيه. ديك الساعة خديتي الساروت اللي يفتح به أي باب مسدود. والنية، النية اللي هي السر الكبير، كتولي قدامك طريق عامر بالنور، وكيجيك الصوت الداخلي يقولك مرحبا بيك عندي، شحال وانا كنتسناك، شحال وانا كنتسناك يا حبيبي. اخيرا فقتي، اخيرا حسيتي بيا، اخيرا رجعتي ليا.